لقطة جميلة ما تطلعش غير من لاعب كبير هو كريستيانو رونالدو، أب روحي وهدف مبهر. رونالدو يبدع في مباراة النصر والخليج. كريستيانو سجل هدفين في انتصار النصر على الخليج ونجح في قيادة النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين. رونالدو سجل هدف فعلا ما يسجلوش غير لاعب كبير بقدمه اليسرى ومن لمسة واحدة على الطاير. بالله عليك ده عنده 40 سنة، هات لي لاعب في العشرينات من عمره بيعمل كده. حتة كده من رونالدو بتاع زمان، لقطة رونالدو اللي بتثبت لك إنه فعلا مش مجرد لاعب وإنه أب روحي لزمايله. في لقطة رائعة بعد ما حصل النصر على ركلة جزاء، وطبعا رونالدو هو المسدد الاول، بس كريستيانو فضل انه يمنحها لزميله السنغالي ساديو ماني واللي نجح فعلا في تسجيلها علشان يزود ثقته في نفسه. ومش كده وبس، لقطه تانية عجبت كل الجماهير وهو بيطمئن على المدافع الاسباني إمريك لابورت بعد هجمه من الهجمات اللي كانت على النصر. وبص بيعمل معاه ايه فعلا، ومش طافخين فيه، رونالدو مش هيجي زيه. هو ده رونالدو ودي قيمه رونالدو وده تاثير رونالدو. فهل من وجهه نظرك يا ابو الكباتن رونالدو الافضل في التاريخ ولا لا؟ جماهير ريال مدريد وبايرن ميونخ يهتفان سويا ضد برشلونه رغم ان الفريقين هم خصوم في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، الا ان جماهير الريال وبايرن ميونخ اتفقوا ضد نادي برشلونه. اللي احنا نعرفه ان اي جمهور بيهتف ضد جمهور تاني، انما ان جمهورين مختلفين يتفقوا ان هم يهتفوا ضد نادي تالت خالص دي احنا ما شفناهاش او ما بتحصلش كتير. في احدى الحافلات اللي كانت متجهه الى ملعب اليانز ارينا، قامت جماهير ريال مدريد وبايرن ميونخ بالاساءه الى برشلونه عن طريق هتافات موحده بينهم. الجدير بالذكر يا ابو الكباتن ان العلاقه اللي بتربط جماهير النادي الملكي بجماهير بايرن ميونخ فيها احترام شويتين، وده بعد كام مشهد حلو حصل بينهم قبل مباراتهم في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. فانت ابو الكباتن مع ام ضد هذه الهتافات؟ الصحافه الانجليزيه تسخر من بيلينجهام وتوصفه بوصف غير رياضي وتشيد بهاري كين. المباراه الكبيره كلاسيكو اوروبا بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا حصلت على متابعه اعلاميه كبيره وبالاخص من الصحافه الانجليزيه. وزي ما انت عارف يا ابو الكباتن الصحافه الانجليزيه ما بتسيبش حد في حاله، ولما اقول لك الصحافه الانجليزيه فاكيد هتسلط الضوء على الثنائي الانجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ وبيلينجهام لاعب المرنجي. للي ما يعرفش، كان بيلينجهام راح اتكلم مع هاري كين وهو على تنفيذ ركله الجزاء. بعد المباراه سالوا هاري كين كان بيقول لك ايه بيلينجهام، قال لهم والله انا ما سمعتش منه حاجه بس هو كان بيحاول يشتتني. الصحافه الانجليزيه اخذت الكلمه دي وما سكتتش واشادت جدا بهاري كين بعد مستواه الجيد وتوقيعه هدف البايرن الثاني، بينما سخرت من بيلينجهام ووصفته بالاحمق بعد محاوله تشتيت انتباه مواطنه هاري كين عند تسديد ركله الجزاء زي ما قلت لك. وقالت انه ما احترمش صداقتهم وتواجدهم مع بعض في المنتخب الانجليزي، وانه شعر بالاحراج بعد فشل محاولته، وان هاري كين سجل فعلا الهدف. فهل لو طلب منك يا ابو الكباتن انك تدي واحد من الاثنين الكره الذهبيه هتديها لمين؟